استذكرت اليوم عائلة السياسي الراحل يوسف ديبو واتحاد مثقفي روجافاي كردستان في قامشلو الذكرى الرابعة لرحيل السياسي الكردي والمناضل يوسف ديبو، وذلك في مركز اتحاد مثقفي روجافاي كردستان بقامشلو. في البداية تم الوقوف دقيقة صمت، من ثم تمت قراءة نبذة عن حياة السياسي يوسف ديبو، تلها إلقاء عدة كلمات من قبل ممثل الإدارة الذاتية في بلدان الخليج العربي سيهانوك ديبو، وكلمة من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في مقاطعة الجزيرة من قبل حسن رشو، وكلمة من قبل الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي أو الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي غريب حسو. وكما كانت هناك كلمات لريزان جولو وصالح كندو ويوسف بركات والدكتور حسين عزام. يذكر أن يوسف ديبو من أحد القيادات الوطنية في سوريا، كرس حياته للسياسة والقضية الكردية، حيث انتسب إلى الحراك السياسي عام 1957 واعتقل من قبل النظام البعثي ما يقارب 6 مرات، كما وجرد من حقوقه المدنية إثر هذا النضال العظيم. اليوم نحن في الذكرى الرابعة لاستذكار وفاة المناضل الكردي يوسف ديبو الذي التحق إلى الحركة الكردية، إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا منذ بداية تأسيسه في أيلول 1957. تدرج في المناصب الحزبية وصولا إلى استلامه أو كونه سكرتير للحزب اليساري الكردي من العام 1989 إلى العام 1999. في العام 2015 نتيجة وقوفه دائما أو شعوره وتأكده من أنه دائما إلى جانب حركة كردستان، حركة حرية كردستان، فتم منحه عضو شرف لحزب البيدة، حزب الشهداء. ومنذ ذلك الوقت حتى هذه اللحظة يعني الاتحاد الديمقراطي، حزب الاتحاد الديمقراطي يجده رفيقا من رفاقه. بالحقيقة نحن كعائلة وبشكل عام يعني نؤكد بأن التضحيات والقيم التي استشهد من أجله المناضل يوسف ديبو هي بالنسبة لنا هي أهداف لنا، هي بالنسبة لنا يعني وعد أن نكون مستمرين في مثل هذا الطريق. الصادرة بحقه من القضاء العسكري.